السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل مشكلة الصوت في كالي لينوكس كنظام وهمي عليا هايبر في. كل الأوامر هتلاقيها تحت في الوصف. يلا نبدأ. افتح كالي لينكس في هايبر في. شغل الجهاز الوهمي عادي. افتح التيرمينال. كنترول بلس الت بلس تي. نزل اكس ار دي بي بالأمر ده. سيبه يحمل. شغل الخدمة بالأمر ده. لو عمل ايرور مش مشكلة، انت محتاج تحدث النظام بالأمر ده. تستنى يخلص. نزل اكس ار دي بي من جديد بالأمر الأول. شغله بنفس الأمر اللي شغلناه بيه قبل كده ومشتغلش. كده زي الفل. هات عنوان الاي بي بتاع كالي بالأمر ده. هو ده عنوان الاي بي عندي. شوف عندك كام وخليه معاك. اقفل النظام عادي واكتب في السيرش ريموت ديسكتوب كونكشن. افتحه عادي. دوس ستارت في النظام الوهمي، وقبل ما تكتب الباسورد اكتب عنوان الاي بي اللي خدناه من النظام في البرنامج ودوس كونكت. يس، هتلاقي النظام ظهر معاك بالشكل ده. اكتب اليوزر والباسورد عادي. تعال نجرب الصوت من اليوتيوب مثلا. عايز تمنع النت عن برنامج واحد بس على الكمبيوتر؟ ركز معايا، الموضوع أسهل. زي ما انت شايف بفضل الله الصوت اشتغل. طيب دلوقتي هوريك ازاي تفتح النظام كل مرة عشان الصوت يشتغل بكل سهولة. كل اللي عليك تفتح النظام عادي خالص، وبعدين قبل ما تكتب الباسورد شغل الريموت ديسكتوب كونكشن ودوس كونكت. طيب حاجة أخيرة، لو حسيت إن النظام تقل معاك بسبب الحركة دي متقلقش، معايا الحل. افتح ريموت ديسكتوب كونكشن. من فوق اختار ديسبلاي. عند تشوز ذا كولر ديبث اختار هاي كولر 16 بيت، وبعدين روح على اكسبيرينس اختار لو سبيد برود باند. وبس. لو استفدت اعمل لايك عشان يوصل للناس اكتر. سبسكرايب لو عجبك المحتوى. ولو قابلت اي مشكلة اكتبها في التعليقات وانا هرد عليك. سلام.